ايه هي العمليات الجراحية اللي بنعملها في حالات اورام البنكرياس؟ تشريحيا احنا كجراحين بنقسم البنكرياس لاربع اجزاء: رأس البنكرياس، رقبة البنكرياس، وجسم البنكرياس، وديل البنكرياس. وبالتالي العملية الجراحية اللي احنا بنعملها بتتوقف على مكان وجود الورم داخل البنكرياس. مثلا لو الورم موجود في ديل البنكرياس فالعمليه بنسميها ديستال بنكرياتكتومي، استئصال الجزء الاخير من البنكرياس اللي هو ديل البنكرياس. طيب لو الورم موجود في جسم البنكرياس في الجزء الاوسط العمليه بنسميها سنترال بنكرياتكتومي، استئصال للجزء الاوسط من البنكرياس. اما لو الورم موجود في رقبة البنكرياس أو رأس البنكرياس فهنا العملية بنسميها الويبل، ودي أكبر أنواع العمليات اللي بتتعمل في البنكرياس. بيتم فيها استئصال رقبة البنكرياس ورأس البنكرياس والاثنى عشر والقناة المرارية والمرارة. في بقى سؤال جالنا كذا مرة على الصفحة، قال لنا هل في حاجة اسمها استئصال كلي للبنكرياس؟ الحقيقة الإجابة لأ. البنكرياس عضو مهم جدا للجسم، عضو حيوي جدا، سواء كان من ناحية الإفرازات البنكرياسية اللي بيبقى ليها دور مهم جدا في عملية الهضم، أو الهرمونات اللي بيفرزها البنكرياس عشان تتحكم في نسبة السكر في الدم. عملية استئصال البنكرياس كاملا مجرد أبحاث علمية لم تثبت حتى الآن، وبالتالي ملهاش أي سند علمي. نصيحة أخيرة حابب أقولها لمرضى أورام البنكرياس: الوقت وعدم التأخير والالتزام بخطة العلاج عوامل مهمة جدا بتساعد في تحسين فرص الشفاء، وربنا يتمم شفاكم على خير.